في موقف جبان وردا على تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها الثابت الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى سنة 2020، والذي اعترف من خلاله بمغربية الصحراء، اكتفى نظام العسكر الجزائري ببيان بائس تأسف من خلاله لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن قبل أن يشرع في سرد معزوفته المعروفة حول تقرير المصير وهلم شعارات أكل عليها الدهر وشرب. المثير في بيان نظام العسكر الجزائري هو لغته المهادنة رغم المواقف المعبر من خلالها وعدم الإعلان عن اتخاذ أي قرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كما فعلت الطغمة العسكرية بعد إعلان كل من إسبانيا وفرنسا لمواقفهما الداعمة للمغرب والمعترفة بسيادته على صحرائه. هذا الموقف الانهزامي من قبل نظام العسكر الجزائري فضح جبنه وأنه لا يجرؤ على معاملة واشنطن كما عامل مدريد وباريس، وهو ما يكشف أن حكام الجزائر مجرد عصابة جبانة تستقوي على الضعفاء في حين تتحول إلى فأر أمام القوى العظمى كما هو الشأن بالنسبة لأمريكا. أحد النشطاء علق على موقف الجزائر بالقول إن هذه الأخيرة ولهول الصدمة استدعت سفيرها بليبيريا بسبب تشابه علمها مع العلم الأمريكي.